السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لقطكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس أمرا، دوس لايك نبدأ أخبارنا النهاردة. ويا مسهل الحال، باقي أقل من 72 ساعة تقريبا، يعني تقريبا فاضل حوالي 60 ساعة على مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية. إن شاء الله الفوز لينا، إن شاء الله ربنا يكتب لنا الفوز. نبدأ أخبارنا النهاردة وعايز أكلمك على نقطتين أسرع من بعض: شيكابالا ومصطفى شلبي والشغل الشاغل والكلام الكتير. يا ترى هيلحقوا مش هيلحقوا؟ مصطفى شلبي خاض امبارح جزء من تدريبات نادي الزمالك الجماعيه، والنهارده كمان خاض جزء في التدريبات الجماعيه، ولسه مش عارف بقيه المران هيكملوا ولا مش هيكملوا، لان انا بسجل معاكم والتدريبات شغاله. طيب، في تقارير بتقول ان جوميز عاوز مصطفى شلبي يلحق، وبناء على ذلك هيلحقوه او هيدوا له شويه مسكنات، سواء بقى عن طريق الحقن او حاجات من دي، عشان خاطر يلحق المباراه نظرا لضعف الجبهه اليسرى بدون مصطفى شلبي. انا شايف والله ان الجبهه الشمال او مصطفى شلبي عامه، يعني عامه، بمسكنات وانه ينزل وهو مصاب ويلعب وعدم اكتمال شفائه ممكن ياثر عليه اكتر من كده يعني. فانا شايف ان المجازفه انه لو ما كانش سليم بنسبه 100% ما يشاركش. ده رايي، والتقارير برضو بالنسبه لي مش مؤكده، يعني مش مؤكده، ما انا بقول يعني. بخصوص الاباتشي، شيكابالا طلب من جوزيه جوميز ان هو يتواجد في قائمه المباراه. خدني معاك في القائمه ان شاء الله، لو هقعد احتياطي، ولو احتجتني وانا تعبان انزل كمان. ما نعرفش جوميز هيعمل ايه. شيكابالا بيضغط، شيكابالا عاوز يتواجد، لكن انا لو تفتكروا قلت من فتره يا ريت الاباتشي شيكابالا يبقى متواجد في القائمه حتى لو مش هيشارك. مجرد وجوده في الملعب بيدي اطمئنان وثقه للاعبي نادي الزمالك. اتمنى انه يكون متواجد، يا ريت يكون متواجد. ده بخصوص شيكابالا. تدريبات نادي الزمالك النهارده جوميز نزل بالحمل البدني للاعبي نادي الزمالك، اتكلم معاهم في محاضره فنيه، وشارك في تدريبات نادي الزمالك لاعب الزمالك السيد نيمار. تحدى الصعاب وتحدى الاحزان وتحدى كل حاجه صعبه يا عيني، وجعل نفسه عشان خاطر نهائي الكونفدراليه رغم وفاه والده، وشارك في التدريبات. الله يصبرك يا سيد يا نيمار. بكده اظن سيد نيمار ممكن يدخل القائمه، يعني خلاص بدل نزل تدريب الخميس هينزل تدريبات الخميس والجمعه والسبت. خلاص هو ما خدش وقت، خلاص ليله واحده خد العزاء ونزل التدريبات. ربنا يصبركم يا سيد يا نيمار، ويرحم والدك ويرحم امواتنا جميعا، امين يا رب العالمين. طيب، حركه كويسه من احمد زيزو ابو قلب طيب، الشاب الصغير اللي بعت له رساله وقال له نفسي اشوفك واشوف شيكابالا، ويا رب تكسبوا الكونفدراليه وانت مثل اعلى ليا. زيزو دعاه في نادي الزمالك وتصور معاه كمان. زيزو ابو قلب ابيض، ابو قلب طيب، ده زيزو. طيب، سيبكم من اي كلام بيتقال، او لك ان تتخيل ان بعض المواقع المصريه الكبيره تقول لك احنا استضفنا الفلان الفلاني من لاعب نهضه بركان، وانه بيتحدى الزمالك، وانه بيقول ان الهدف اللي دخل مرمانا مش هيأثر علينا، احنا جايين نلعب على الفوز. تقريبا كده كالمعتاد، كل ما نيجي نلعب فرقه تلاقي سواء قنوات، تلاقي سواء مواقع بيستضيفوا المنافسين عشان يعني ايه، يخلوهم يقولوا تصريحات ممكن تأثر على لاعبي نادي الزمالك مثلا، او تأثر على الجمهور. لا، مفيش حاجه اسمها كده. مهما تعملوا ان شاء الله هنقدر نكسب، مهما تستضيفوهم ومهما تكلموهم ان شاء الله نكسب. طيب، مشكله ازمه التذاكر دلوقتي في حاجه هتحصل. الاتحاد الافريقي بعد ما قال ان النسبه بتاعته هتقل، الزمالك هيجي له حوالي من 10 ل 11 الف تذكره. كابتن حسين لبيب هياخدهم، دول ما نزلوش على موقع تذكرتي. الجمهور عايز التذاكر دي تنزل على موقع تذكرتي. كابتن حسين لبيب قال ان يوم الجمعه والسبت هيوزعهم على اعضاء الجمعيه العموميه. فالجمهور زعلان، قال لك لا احنا مش عاوزين اعضاء الجمعيه العموميه، احنا عاوزين الناس اللي بتشجع الجمهور العادي، جمهور التالتة يمين. فهنشوف ايه اللي هيحصل وهتتم ازاي، لكن ان شاء الله كده مبدئيا ان شاء الله اقل حاجه 60,000 متواجدين في الاستاد. ويا عالم في ناس بقى هتدخل ولا لا، لو معهمش تذاكر الله اعلم. كمان احمد الشناوي بيتواصل مع مسؤول اداره نادي الزمالك. احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز عايز شويه تذاكر له ولاصدقائه الزملكاويه عشان يحضر المباراه. ايه رايكم في الكلام ده؟ على العموم هي حركه كويسه عامه انه عاوز يحضر، يعني بعيد بقى عن ان احنا بنقول لا ده عمل في الزمالك وساب الزمالك وخد الفلوس ومش عارف ايه وماتشات القمه ومستواه والكلام اللي كان بيتقال ده، لكن انا مش بحب ادخل في النوايا. لكن ايه رايكم في الحركه اللي هو عملها دي؟
طيب بخصوص كاس مصر واللي هيتلعب بدون الدوليين، اتحاد الكره بيقول ان الكاس هيتلعب الشوطين، الشوط الاول والثاني اذا انتهوا بالتعادل السلبي او الايجابي مش هنروح لضربات جزاء على طول، هنلعب شوطين اضافيين وكل شوط ربع ساعه. دي لائحه كاس مصر، لائحه كاس مصر اللي هتتلعب الايام القليله المقبله. كمان خبر بخصوص محمد ابراهيم واللي بيحبوا محمد ابراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب نادي سيراميكا الحالي. نادي سيراميكا خلاص بيتفق معاه على تجديد موسمين لمحمد ابراهيم، خاصه ان نادي بيراميدز كان عاوز يتعاقد معاه. هنشوف محمد ابراهيم رايح فين الايام اللي جايه. الخبر التالي معانا بقى بخصوص اسامه فيصل. امبارح اسلام صادق اعلن الاتي، اعلن ان النادي الاهلي اتفق مع اسامه فيصل على التوقيع لمده 5 سنين مع نادي الاهلي. كنا اتكلمنا من فتره وقلنا خلاص هو هيروح الاهلي بعد رحيله عن نادي الزمالك وبيعه النهائي للبنك الاهلي، والبنك الاهلي عايز يكسب من وراه، فانا هشتريه من الزمالك برقم مش كبير وهبيعه للاهلي برقم كبير، خاصه ان مارسيل كولر كان عايز اللاعب. ندخل على الخبر التالي. في ايه تاني؟ القصه اللي شاغله كل الناس دلوقتي واللي شاغله بال الناس كلها، بغداد بونجاح. بغداد بونجاح ساب السد القطري، بغداد بونجاح اللي عنده 32 سنه ونص، بغداد بونجاح اللي له صولات وجولات مع السد القطري. بعد انتهاء عقده معاهم، كلام كتير من جانب جمهور نادي الزمالك سواء على السوشيال ميديا او الجمهور اللي متواجد دائما وابدا في ظهر ناديه بيطالبوا بالتعاقد مع بغداد بونجاح، بغداد بونجاح المهاجم الدباح. لكن عايز اقول لك كلمتين، الراجل بياخد 5 مليون دولار في الموسم، مهاجم جامد جدا بس رقم كبير فوق طاقتنا. وحتى لو هينزلوا ل 4 او 3.5 دولار، 3 مليون ونص، الزمالك ما يقدرش. فانا عايز اقول لك كلمتين، اللي يقدر النادي الاهلي، النادي الاهلي يقدر يشتريه. النادي الاهلي انتوا عارفين التدعيمات اللي بتجيله والانفاق اللي بيجيله والصرف على ملف الصفقات والكلام ده كله ومين اللي بيرعاه والكلام ده يعني. فالنادي الاهلي يقدر يدفع، لكن موديست يرحل، ولو الاهلي هيقدر يجيبه لكن متوقف على شرط واحد، ان اللاعب هيقارن بين العروض اللي هتجيله، لسه مش هيقرر، لسه مش هيقرر. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم بينصف نادي الزمالك في موضوع حق رعاية امام عاشور، مش الزمالك بس، لا ده الزمالك وغزل المحله وحرس الحدود اللي كان بيلعب فيهم امام عاشور. فبناء على ذلك هياخدوا 50,000 دولار من النادي الاهلي. النادي الاهلي لسه هيتحرك ولسه هيقول لا وكتير وكلام من ده. صحيح كمان نسيت اقول لكم بسبب موضوع التذاكر، بسبب موضوع التذاكر ممدوح عباس بيقول رساله لجمهور الزمالك، بيقول اقسم بالله انا ماليش دعوه بموضوع التذاكر، اللي له دعوه بموضوع التذاكر حسين لبيب وروحوا له وقولوا له هات التذاكر، لكن انا ماليش دعوه بالموضوع. ممدوح عباس عارف حكايه ال 11,000 تذكره وان الجمهور زعلان، فبيقول لك محدش يطالبني التذاكر، انا ماليش دعوه، روحوا لكابتن حسين لبيب. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ ومش خبر على قد ما هو رساله لاخواتنا الاهلاويه المحترمين. دلوقتي كنت بقلب في احدى مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت فيديو ليوتيوبرز اهلاوي ومنزل فيديو بيتفرج على مباراه الزمالك ونهضه بركان اللي انتهت ب 2-1، وعنده منتهى الفرحه والنشوه بالضربه الجزاء اللي اتحسبت على الزمالك، وعمال يتنطط ويحلف 100 يمين انها ضربه جزاء. هي فعلا ضربه جزاء، لكن عمال يتنطط وفرحان كان الاهلي اللي بيلعب الزمالك. وفجاه الكره لما جت جول قعد يقول جول جول جول، بص بقى ولا كأن الاهلي جاب جول، والتعليقات مبروك ومش عارف ايه وبتاع. ولما الهدف الثاني جه بقى مبسوط وطاير من الفرحه وقعد يقول لك الزمالك مش هيجيب اجوال، الزمالك مش عارف ايه، الزمالك ما بيتحسبلوش ضربات جزاء عشان خاطر الغطاس اللي هو سيف الدين الجزيري ما بيتحسبلوش في افريقيا، الكلام ده كله، وعمال يشمت ويفرح ويتنطط. ولما الزمالك سجل هدف سيف الدين الجزيري قال لك من اولها، من اول الشوط هو احنا لحقنا كده اليوم باظ، وبقى زعلان ان الزمالك جاب جول، وبقت على عينك يا تاجر. طب انتم ايه بقى رايكم في اللي عمله ده واللي بيعمله ده؟ ده عمل اللي ما عملهوش مشجع مغربي ضد الزمالك. ايه رايكم؟ لما حد بيتهمني انا بالتعصب وبان انا على طول ضد الاهلي وان انا مش عارف ايه، انا عمري ما عملت ربع اللي هو عمله، ولا التلت اللي هو عمله، ولا نص اللي هو عمله، ولا عمري عملت 1/10 من اللي هو عمله. ايه رايكم؟ انا اخر ممكن اقول الاهلي خسر هي مش عارف ايه، لكن عمري ما اجيب فيديو وانا بشجع وبتنطط وايه. ايه الحقد والكراهيه والغل اللي بالطريقه دي؟ ده واحد يمكن انا بس شفته، ده ما بالك فيه كتير كده زيه.
اوعوا تلوموا علينا احنا كزملكاويه، احنا حتى لو عندنا شويه تعصب ما يجيش ربع اللي عند بعض جماهيركم بجد يعني. اخيرا وليس اخيرا بنعيد تاني وتالت لجوزيه جوميز. يا جوميز استغل اللونات بتاعت نادي الزمالك واستغل العرضيات. اتكلمنا في المباراه الاولى قبل ما تتلعب وقلنا خط دفاعهم ضعيف في العرضيات والكرات الثابته، سواء عرضيات او كرات ثابته. استغلها يا جوميز عشان خاطر تقدر تسجل اهداف. استغلها يا جوميز لان ده سلاح مهم جدا ليك. ويمكن ابرز رفعه واحسن رفعه جاب منها الجون جه من رفعه زيزو لسيف الدين الجزيري. استغلها يا جوميز والعب عليها عشان خاطر نقدر نفوز ونعدي بمباراه لبر الامان للبطوله المنتظره لنادي الزمالك. اتمنى تكون ذاكرتهم كويس، اتمنى يا جوميز ما تالفش، اتمنى ان انت تلعب لعبنا الطبيعي بدون اي خزعبلات او تفانين او تاليف. اتمنى ذلك من جوزيه جوميز. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.